تاخذ شنطتك وتروح قاعة التوحيد اللي هي فصل الأستاذ هذا، يعني قاعة فهمت، تتنقل مو في فصل ثابت. فانتقلنا إلى حصة في حصة يا أبوي، انتقلنا إلى حصة الرياضية. اشتريت بلاي ستيشن 2 يا عبد الله ومدري ويش وحلو، أنا والله منسجم معه، يعني منسجم مع الوقت. أول ما طلع البلاي ستيشن 2 طبعا يعني سوى ضجة كبيرة في السوق. في مواقف كثير حصلت لي في هذه المطاعم. في مرة من المرات رحت محن اوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وامسك سرعة. المهم ولين جاء الدور السراية سري. المهم بس البوفيات فيها عيب، اوكي فيها عيب. ايش العيب اللي في البوفيات؟ معليش نرجع لمحور الحديث. اللي يلعبون حديد واللي يتمرنون حديد دائما ويشوفون هذا المقطع، رجاء كل الرجاء لا تدقق في التمارين حقتي وشكرا فيها ولا لا. اذا تبغوني اكمل في هذه السلسله اكتب لي تحت في الكومنت واصل، باذن الله راح استمر في هذه السلسله، باذن الله راح استمر في هذه لانه نزلت لقيت راسه كذا مشقوق، يعني كثير، يعني مشقوق مره باقي قريب مره، بس انتم مشوا معايا 4 كيلو 5 كيلو يا ولد، يعني مشينا مره، يعني وصلنا مشينا وانسحب علينا سيفون أليم جدا. انا اسحب علي سيفون جدا. باك يا شباب، رجعت لكم حلقة جديدة من سلسلة ماضي اسود. زي ما طلبتوني الحلقة اللي فاتت قلتوا نزل ماضي اسود نزل ماضي اسود، يوقف احنا نقول خلاص بينفجر. المهم كنا ما في حل نودي الجوال عند جيراننا اللي جنبنا، انهم يعرفون في الجوالات حضران وكذا ما شاء الله، يعرفون يعني مفاهمين قبل ما ينفجر الجوال. وقفت عند الصراف وقعدت انتظر عند باب الصراف، في شخص قدامي قعدت انتظر سرعة. اوكي هذا الشخص قاعد يصرف، انا قاعد منتظر في الانتظار، يعني قاعد انت منتظر في الانتظار. المهم حبايب قلبي كنت في الانتظار. ايش كنت في الانتظار؟ المهم قاعد تشوف المضاربه، يعني كل اللي بتفهم ايام فروم سعودي ارابيا، ايام فروم امريكان، ايام فروم سعودي ارابيا، ايام فروم امريكا. واحنا قاعدين نتصايح التفلت اليده قام يسوي والله العظيم يا عيال قام يسوي انا تذكرت انه عنده هنا حنه، قلت اكيد يده قابضه عنده رميه قابضه عنده بوكس قابض كذا. قلت عبد الله انتبه، لا هذه لا تحرقين شفايف اختك كليك. اوه ماي جاد، ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ ماذا توصف انت الناس؟ ايش قاعد تقول؟ العماره هذه في شقق جنبك تقريبا 4 شقق تقريبا 4 شقق في الدور الواحد. هذه بوكين صور. جاتني فكرة جديدة. ايش هي الفكرة يا عبد الله؟ هذه بني بالقناة. اشترك ربي يسعدك عشان تجيك اشياء جديدة وحلوة باذن الله. ولا تنسوا تتابعوا على حسابات المواقع التواصل الاجتماعي، تويتر في الانستغرام، بعطيكم ماضي اسود. ايوه بعطيكم ماضي اسود يا اخي. ايش الاسود هذا؟ بعطيكم ماضي اسود. قال لي متى ناديتني؟ متى جيت انت؟ انا ما شفتك. قلت يا ابوي من مسجد الميكروفون. قلت باقي نونو عمرها سنه. ارفقوا باطفالكم، ارفقوا اللابتوب. فجأة جاءت اختها وطبقت المقعدة. جاءت اختها وحطت الملعقة في جبهتها. طب تعال شوف لمبة الحمام، الله يكرمكم، الله يكرم السامعين. قال لي تعال شوف لمبة لمبة الحمام. طالعة في الارض كذا متحطم مرة متحطم، يعني انقصفت جبهته قدام نامس. اوكي نامس. المهم يعني انا ما ادري صراحة استمر ولا واصل فيها. تمويه وخدع جوا المدرسة، عشان يعني لو لبست بدلة مثلا ودخلت هذه المدرسة اوكي بيلتفت المدير، بلتفت الانتباه اكثر. فشكرا لكم شاي وشطيرة على الفطور الجميل. شكرا لكم شاي وشطورة. شكرا لكم. 11 الظهر او 12 الظهر وقت الصرف، وقت خروج الطلاب، اوقف عند باب بيتنا واجلس على اساس ايش؟ انه حشت ابو الجزمة مناديل، الجزمة كلها مناديل. قالت امي البس الحين شوف على مقاسك يا عبد الله. قلت فري نايس، فري جود. مع المدرسة كذا طبعا المدير ما شفته ولا الوكيل، مشيت خرجت مع الباب. حتى حارس باب ما في، حارس حمارة. حارس باب المدرسة ما هو فيه. شوفني وانا اهرب من المدرسة. يا اخي انت ليش كنت غبي يا عبد الله كذا؟ والله العظيم ما ادري كيف كانت الغباء هذا اللي فيا. كيف انت كنت غبي؟ ودقيت باب البيت اللي فتح لي اخوي. قال ليش بك؟ ايش جابك؟ انت مريض فيك شيء؟ قلت يا ابوي قالوا لي بيضربوني ما جبت عذر.
ايوه هو ما جبت عذر غياب من المدرسه او ماضي المدرسه. انا ودي اتكلم هنا لكن حر والشمس زايه. اي نعم الشمس زايه في وجهي بالضبط، الشمس جايه في وجهي. بس خلاص انتهت العثره العثره. بس خلاص انتهت ال10 ثواني في العماره حقتنا. طيب نجي نقول في كل شقه ساكن 3 اشخاص مثلا، في كل شقه جاهم خوف، جاهم كل شيء. يعني احنا لحالنا عائلتنا بس خوفت 204 شخص. 4 شخص خوفنا 204 اشخاص. اخذت اهلي ونزلنا من العماره وقعدنا تحت، الا فجاه جاء ابوي قال ايش بكم؟ فيكم شيء؟ قلنا والله يا ابوي المهم قلنا والله يا ابوي انفجرت ماسوره في العماره وخفنا نغرق. اليوم رجعت لكم بحلقه جديده من سلسله ماضي اسود. بدايتها كذا مشكله والله، لحق على السواقه. طيب اوكي يا ابوي شكرا. طيب ليش العيال عندي في المدرسه عندهم سيارات ويسوقون؟ لانه ابوهم تجار. ليش ما وقفت؟ ليش ما هديت؟ دوبي سيارتي مطلعها من الورشه، دوبي مدري ويش. انا اقول يا اخي هدي بالك ما في مشكله ما في مشكله باذن الله. الرجال بالقوه دبرت عشان يصلح السياره حقته. فاللي ما يسمع كلام ابوه هذا غلطان. تحسبوني اقتنعت من القصه الاولى؟ لا. في يوم من الايام كنت مع خويي في الصباح. خويي اللي هذا اللي كان معي كان معه سياره خالته. ايش خالة الله يهديك؟ خويه اكتشف المكان السري حق الخيزرانه واروح اكسر الخيزرانه وارميها عشان افتك من سلاح الخيزرانه، لان سلاح الخيزرانه جدا 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 مؤلم ويترك اثار هائله في الجسم. فلذلك تخلصوا من سلاح الخيزرانه في البيت. اكتشفوا مكان اكتسم السلاح يا اخي انا ابغى اتكلم زي الناس يعني بكذا، يعني اجيب انواع اسلحه، مو تكلج كل شيء يتكلج. ايش هذا الكلام؟ يعني اذا عصبوا مره يروحون عند مكان الخيزرانه يبون يشيلون حيزرانه يبون يشيلون حيزرانه برضه يبغون يشيلون الخيزرانه. يطالع من باب البيت من الشارع ويجري لا وامه تلحق بالخيزرانه ولا ابوه ولا اخوه انجلت بالخيزرانه. النعال يا رجل جربت كل الأنعنة في البيت، الألعنة يا رجل جربت كل الألعنة، ليش اللي عنعن كل الحدايين الله يكرم. هل تريد طقطيقة بدون إصدار ضجيج عالي في البيت عشان أبوك ما يجي يضربك ويفقع وجهك؟ قالوا للعيال نعم نريد طقطيقة بدون قالوا الأولاد اللي انضربوا من أهلهم نعم نريد طقطيقة غير تسبب ضجيج على راحتك. انها الطقطيقه صنعناها لكم خصيصا انتم الذين انضربتم من اهلكم وتفقع وجيهكم من اهلكم. طبعا هذه حصلت عند باب جيراننا، قد حطوها زينه عند بابهم، فرحت دقيت عليه بالماب رحت دقيت عليه بالباب طق قلت دحين في طراطيع في شغل. ما في طراطيع، تحس في طراطيع وناس يطلعون وحريب وحرب وكذا وقتال. يقول لك عندي كيس شو اسمه صواريخ بريالين يعني كان في منافسه بين حق الطراطيع، هذا ينافس هذا وهذا ينافس هذا. انا لما تشبك انت من فين تفهم رونالدينيو فكنت احب شيء اسمه كوره، فتعرفت على اشخاص جدد. كيف حالكم يا شباب؟ ايش اخباركم؟ طيبين؟ معاكم عبد الله اول يوم ترى اليوم رجعت لكم بحلقه جديده. قبل ما ابدا انتوا يا قرود انتم تقرود ترقصون في السياره؟ قرود انتم تروح تمشي مكان نطلع عيال. لا عندكم اصحاب زي نفسي ولا ما عندكم اصحاب نفسي انا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ايش اخباركم؟ طيبين؟ معكم عبد الله ولا مدري رجعت لكم بحلقه جديده. في يوم من الايام ركبوا معي العيال. طبعا انا كنت مقدم المرتبه، دائما اقدم المرتبه كذا واسوق انا مقدم المركبه المهم قلبي اتمنى المقطع عجبكم، اتمنى انكم استانستوا وانبسطتوا معي. ربي يسعدكم. خلي الغساله طافيه عشان اشغلها بعدين. قاعد اصور الحين انا، لا تشغلون الغساله. هي قفل القساوه لو سمحتي. نبدا. هذا الشخص يقول لو قالوا لك اخوياك ولا مريال حتى من قوه المبلغ خلشتي. الحين تابعوني حسان في الانستغرام
حساب الانستغرام اسمه الاميدرال، بتلاقون رابط حسابي الانستغرام تحت في الديسكربشن، برضو تلاقون رابط حسابي في تويتر والسناب شات برضو تحت في الديسكربشن. حبايب قلبي ربي يسعدكم، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. حبايب قلبي طبعا انا نزلت صوره في الانستغرام وقلت للناس اللي يتابعوني في الانستغرام كل واحد يكتب رقم جواله. ناس كثير كتبت ارقام جوالها. ايوه علي، تعالي يا علي. بس حبايب قلبي اتمنى الحلقه عجبتكم، ربي يسعدكم، يسعدني معاكم. طبعا هذا المقطع حبيت انه اعيدكم، هذا المقطع حبيت اني اعيدكم فيه. شكرا. وانا شفته سبحان الله منور. ايه ده انقلب الساحر على السحور، انقلب الساحر على السحور. تحدي الليمون. تحدي هذا طيب اسكت. التحدي هو عباره تحط الليمون في فمك. التحدي هو انه مثلا شادي يحط الليمون في فمه، حط الليمون في فمي حط الليمون كيف اللي يكون فيه مهزوم. مثلا هو شادي جاوب على 2 صورتين جديده اسمها تحديات مع اليوتيوب، مع تحديات مع اليوتيوب يا ايش اللي اول غلطت الحين. تحديات مع اليوتيوبر. بتحصل رابط حسابي الانستغرام تحت في الديسكربشن، فاتمنى منكم جميعا تابعوني في الحنشاء، تابعوني في حسابي الانستغرام ومن ذا الكلام. فحطينا الجزة وحطينا، وانا والله ما ادري وين الله حاطني في الشوي، ما اعرف اشوي، ما اعرف. تعرف انت؟ انا ما اعرف. مدمبوشي. اوه طاحت الجوال حقتي. وربي يتحلك حلك. لا تنسون اللايك والمفضله، واذا انتم ما مشترك في القناه اشترك في القناه. انتظرونا في الايام الجايه. احبكم يا احلى المتابعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبي شارب شاهبنا